السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة هنقول شوية نصايح كده على الماشي. عارفة إنك ممكن توفري نص مصاريفك في الأكل؟ جربي وادعيلي. والتوفير هنا ما نقصدش بيه نقلل من الأكل، التوفير إننا نستغل كل حاجة صح ونطبخ بذكاء. أكبر غلطة إننا بننزل السوق من غير ما نكون حاطين خطة هنشتري إيه، وده اللي بيخلينا نصرف كتير. عالي في بداية كل أسبوع واعملي قائمة أكل، يعني النهاردة هتطبخي إيه، بكرة هتطبخي إيه، لحد نهاية الأسبوع. ولما تلاقي أي خضار رخيص في السوق هاتيه نضفيه وظبطيه وقسميه على وجبات وحطيه في الفريزر للأيام الغالية. هتطلعيها من الفريزر وتعملي أحلى أكل من غير ما تدفعي ولا جنيه، وكده اسمه توفير بحاجة انت ما كنتيش عاملة حسابها خالص. مثال، يعني لو انت مثلا الطماطم والبسلة والكوسة والفاصوليا والملوخية والبامية، الحاجات دي وهي رخيصة انت جبتيها ورميتيها في الفريزر، وهتيجي في يوم كده تفتحي التلاجة تطلعي كيس خضار مع كيس طماطم وتعملي أكلة حلوة من غير ما تدفعي فيها جنيه، عشان انت كنت جايباها وهي رخيصة. وهتحسي بحلاوته لما تلاقي اللي بتوفريه بتقدري تسعدي بيه نفسك وعيالك، وكمان تقدري تجيبي حاجة خاصة بيكي. النهارده نازل عروض حلوه على الفراخ نقدر نستغلها بذكاء. الكبده ب 75، الاجنحه ب 50، الدبابيس ب 80، وفي فراخ بالواحده عامله حوالي 75، يعني وزنها كيلو وربع او كيلو ونص. افتكروا ان الوقت ده مناسب اننا نشتري ونجهز وجبات على قد استخدامنا ونقسمها ونحطها في الفريزر. نقدر بايدينا نسعد نفسنا وبابسط الاشياء. خليكم معانا ولسه مكملين في سلسله التوفير، وفضلا وليس امرا ادعمونا بلايك وكومنت يسعدني. مش عيب اننا نوفر ونصرف باقتصاد وبعقل، لاننا في الاخر هنتسأل عن كل ده قدام ربنا. بفرح قوي لما اقدر باللي وفرته اشتري لنفسي طرحه حلوه او علبه كريم او فازه حلوه في بيتي او لعبه حلوه لابني. والى لقاء اخر في فيديو جديد مع سلسله توفير ام حماده.